سلام بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله وتحت طلب واحد الاخت عزيزه على قلبي طلبت مني كيفاش كنلون الشوكولات الابيض. وبغيت نغتنم هذه الفرصه باش كاع المبتدئات يشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنلون هاد الشوكولات. اول حاجه عندنا الشوكولات ابيض النوع الممتاز، واللي بغات تاخذ الاسم ديالو تخلي لي تعليق ونقول لها الاسم ديالو. عندنا طبعا هاد ليمول اللي كنعمرو كيف ما كتشوفوا راهم موسخين بالشوكولات، حيت انا الان خدامه فيهم فواحد الكوموند، وقلت هذه هي الفرصه باش نوري لكم الطريقه ديال التلوين والطريقه كيفاش كنعمروا هاد ليمول. عندنا الالوان، ها هي الالوان كيف ما كتشوفوا انا راه عندي متعدده، سواء اللي كتلون الشوكولات سواء اللي كتغير لون الشوكولات كحل وهو جامد. بالنسبه للونين اللي غنخدم معكم اليوم هو اللون الغوز واللون الاخضر. هذا الاخضر اي لون انت اللي كتحكمي فيه كيقدر يعطيك غير لون واحد يعطيك حتى 3 الالوان. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تفهموا مزيان. هاد القريعات هما اللي كيساعدوني باش مني كندوب الشوكولات كنعمرهم وكنعمر بهم ليمول. عندي هذه خاصه بالاسود، وهذه خاصه بالاخضر وبالغوز، وهذه خاصه بالاخضر. كيف ما كتشوفوا راني خدامه بها ضاغطاها حيت كنت كنعمر في ليمول ديالي. وبالنسبه للماتيريال الاهم هما هاد الكاسرونات وهاد المقله اللي كنديروا فيها حمام مريم. ندوزو للطريقه الاولى. عندنا هاد المقله كنديروا فيها الماء وكنشعلوا البوطه ونخليو هاد الماء حتى كيغلى مزيان. كنهضر على المبتدئات خصوصا، من الاحسن تحطوا المقله حتى كيغلى لكم هاد الماء مزيان ويبان لكم دار فقاعات. عاد كتاخذوا كاسرونه بحال هاد الشكل وكتحطوا فيه الشوكولات ابيض، كتحاولوا تقطعوه مرسوات بهذا الشكل، وكتضيفوا تقريبا معلقه او جوج من الزيت النباتيه، وتقدروا تستغناو على هذا الزيت الا خدمتوا بهذا الشوكولات اللي غنقول لكم انا، حيت كيذوب بواحد الطريقه زوينه. كنتسناو على الشوكولات يذوب. وبالنسبه اللي كتشكى وكتقول لك انا الشوكولات ديالها كيفسد ليها، تعرف بان هذا الماء اللي غليان خلاته غلا فوق القياس حتى تصاعد الفوق، وعود تخليها للشوكولات بهذه الطريقه راه كيخسر لنا الشوكولات. وثاني حاجه انك كتخلي هاد المقله فوق العافيه وهاد الشوكولات فوق العافيه مده طويله، يعني ماشي كتوصلي على درجه الذوبان، كتوصلي لدرجه انك كتعاودي طيبي الشوكولات. وهاد الطريقه حتى هي راها كتخسر لنا الشوكولات. النصيحه اللي نقدر نعطيكم انكم الوقت اللي كتحطوا هاد المقله فوق العافيه وكيبان لكم الماء بدا كيغلى بهذه الطريقه، كتطفيو عليه العافيه وكتحطوا الكاسرونه ديالكم من اول وجديد، وكتسناو هاد الشوكولات يذوب فقط في هاد الحراره اللي في هاد المقله. وبالنسبه لهاد اللون الغوز اللي انا حصلت عليه، بقيت كنكب وهو فوق من الحراره ديال الماء، بقيت كنكب في هاد الملون حتى وصلت لهاد اللون اللي انا محتاجاته واللي عندي فيه الكوموند. كنعاود ناكد بمجرد ما يبدا يذوب لكم الشوكولات فقط طفيو على العافيه وخلوه يكمل الذوبان ديالو غير في هذاك الماء اللي غليان اللي تحت منه. نفس الطريقه اللي خدمت بها الشوكولات الغوز وخدمت بها الشوكولات ابيض نفسها غنخدم بها الشوكولات الاخضر. مني كمل الذوبان ديالو كناخذ هاد القريعه اللي انا مخصصاها لهاد الشوكولات، كنعمر بها قرعه بحال هاد الشكل، وكناخذ المول اللي انا باغا نعمرو بهذا اللون. خدمت انا الورده بهذا اللون هي كالتالي.
كنعمرها ونحاول ما نوصلش حتى الاخر، حيت هاد الورده غارقه، باش تجيني الورده متيوله وزوينه. كنكمل بهذه الطريقه وكندخلها للثلاجه غير لتحت، راه دغيا كتجمد، ونعاود نديمو ليها معكم بنفس الطريقه اللي خدمت بها الشوكولات روز، هي اللي غنخدم بها الشوكولات خضر. كنحط عاوتاني الكاسرونه فوق العافيه حتى كيغلى لينا الماء، عاد نحط هاد الكاسرونه اللي فيها الشوكولات خضر وكنطفي على العافيه ونخليه يكمل الذوبان ديالو فقط في الحراره اللي تحت. ها هو الشوكولات خضر حتى هويا، او الشوكولات الابيض بعد ما لونته حتى هو بالخضر، بقيت كنضيف في الملون حتى وصلت لهاد الدرجه اللي انا باغا. كناخذ هاد القريعه اللي مخصصاها الشوكولات خضر حتى هي كنعمرها بنفس الطريقه بهذا الشكل، وكنعمر بها هاد المول. الصراحه الاشكال والالوان متعدده في السوق بزاف، يعني اي شكل كتحتاجوه، اي شكل عجبكم كتلقاوه في هاد المحلات، يعني كلشي ولا موجود، غير اللي بغات تعجز وصافي. كنعمر بهذا الشكل، كنكمل نفس الطريقه، كندخلو الثلاجه غير لتحت، كياخذش الوقت تقريبا 10 دقائق حتى 15 دقيقه بالكثير، ونخليهم يجمدوا. الوقت اللي يجمدوا غنديمو ليهم معاكم. وبنفس الطريقه اللي ذوبت بها الشوكولات الابيض غندوب بها الشوكولات الاسود. عندنا الماء غليان في هاد الكاسرونه وكنحط عليه الشوكولات، كنقطعوا الشوكولات طروفه. وحتى هاد الشوكولات اللي كنخدم انا راه خاص بالحلويات وزوين. البنات اللي بغات سميتو تخلي ليا تعليق ونقولوا ليها في الكومونتير، تخلي ليا تعليق ونقولوا ليها. وبالنسبه لهاد الشوكولات هو ما كيحتاجش الزيت، انا ذوبته قطعته طريفات ودرته فوق الكاسرونه. نفس الطريقه غتتبعوا بها، يعني الاساس اللي صايبت لكم المره الاولى هو اللي غتخدموا عليه الشوكولات الاسود كذلك. كناخذ هاد القرعه اللي مخصصاها للشوكولات الاسود حتى هي كنعمرها بهاد الطريقه. هاد القريعات الصراحه البنات راه كيساعدوكم بزاف باش تعمروا بهم هاد ليمون. انا غنعمر هاد المول بهاد الطريقه، كنحاولوا ما نعمروش حتى الاخر. انا غنكمل بهاد الطريقه، غنعمر المول كامل وغندخلو الثلاجه حتى يذوب، عفوا يجمد، ونعاود نرجع معكم. هما الاشكال من بعد ما دخلتهم للثلاجه جمدوا لينا وديموليتهم كيف ما كتشوفوا. هذه البابيون الورده درتها في الابيض، درتها في الغوز، درت التاج في الغوز درته في الابيض، درت هاد الدائره او هاد السيركل، ودرت هذا في الاسود، ودرت هاد كنقول انا الحلزون او الدوده بهذا اللون. راكم كما شفتوا هادو غير فقط القليل من الانواع اللي عندي انايا. غتاخذوهم نتوما كاساس، ونفس الطريقه اللي خدمت بها انا هاد الالوان غتخدموا بها باقي الالوان. غندوز نوريكم كيفاش كنبدل اللون الشوكولات الاسود. عندي هنا هاد الملمع حتى هما موجودين في الاسواق وكيتشراو بحال ما هكايا تقسيط، كتاخدي ابتداء من 5 دراهم وبركه يعني فيها. بالنسبه لهاد اللون غتشوفوا كيفاش كيعطيني. تقدروا تخدموا نتوما بانسو، انا البانسو ما عنديش حاليا، كنخدم فقط وكتعجبني نخدم فقط بهاد الاصبع الصغير. كناخذ غير شويه وكندهنوا بهاد الطريقه.
شفتوا كيفاش كيتبدل ليه الشكل ديالو. نوريكم بالنسبه لهذا الشكل. انا كنفضل الاصبع ديالي باش كنتحكم في البلايص اللي بغيتهم يتلونوا. هذا بالنسبه للملمع الكري او ارجونتي. عندي هذا الملمع كيبان لكم بحال ارجونتي ولكن لا، كيعطينا لون مغاير. كناخذ بنفس الطريقه، ما حد هو كيشد في الشوكولات، هو كيعطينا لون فيولي بارد. كنتمنى يكون كيبان لكم. جربوا في هذه حتى هي. ما حد هو كيبرد في الشوكولات ولا معنتو النظر مزيان غيبان لكم في الفيولي بارد. وبالنسبه لهاد الملمعات كثيره وموجوده في السوق. نوريكم هذا المثال. عندي ملمع في النحاسي، كناخذ قليل على راس الاصبع ديالي وكندهن به بهذه الطريقه. ها هو عطانا اللون النحاسي. كذلك بالنسبه لهذا السيركل حتى هو ملي كنلونها ها هو كيتبدل لنا لون الشوكولات الى اللون النحاسي. كيف ما سبق وقلت لكم موجود الملمعات كتار بزاف في السوق. عندي هذا الذهبي حتى هو كيعطي لون رائع، كندهن به بهذه الطريقه حتى هو كيبدل لنا اللون يعني، وكنوليو خدامين غير بالشوكولات الابيض والكحل. ومع هاد الملمعات والالوان تبارك الله المتواجده في السوق غتبدعوا مزيان في بلاطو واحد او بعجنه وحده او نص عجنه وحده، تخدموا يعني اشكال متعدده بالوان متعدده وبنكهات متعدده. كنتمنى هاد الاشكال اللي صايبت معكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. ان شاء الله غندوز نصايب لكم بها الصابلي ونزوق لكم بها الصابلي باش تشوفوا الشكل النهائي، ولكن في فيديو ثاني يعني مربوط بهذا الفيديو الاولاني. كنتمنى نكون وفيت لكم في الشرح، كنتمنى يعجبكم الطريقه ديال الشرح ديالي. كنتمنى تخليوا لي تعليق، اللي مازال ما تابوناتش تابونا عندي في لاشين باش يوصلها كل جديد.